الصحة والجمال. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في تاني لقاء لينا في برنامجكم نجوم الإبداع. وزي ما عودتكم مفتتح شعري: ويثور الخامد من خلف القضبان، فيصيح العارف بالسجان، ما عدنا نهوى كي نهوى، ما عاد العالم إنسان. تدنيس الموتى قننه شيطان ذبح العرفان، وقضاء يهزي أحيانا، مصلوب فيه الميزان. فلا تعجب أبدا من قوم إن عبثوا بين الأديان، إن صاروا قدما للخلف أو حتى نحو البركان. ولا تسأل صمتي عن صمتي، فكلانا رفاة الإنسان، وإن ضل بعضي من بعضي قد تضمر بعض الشطآن. من يعصي الله ولا يجهل لا ينقص قدر الرحمن. أعزائي المشاهدين، النهاردة حلقة خاصة. النهاردة معنا شاعر لقبته بالشاعر الإسلامي، لتناوله للسيرة النبوية، ولتناوله للصحابة، ولتناوله للتاريخ الإسلامي. النهاردة معنا شاعر لما اتسأل من أنت قال: أنا مغربي المنشأ، مصري الهوى، عربي الانتماء. النهاردة معنا شاعر مغربي، معنا الشاعر أحمد الحضراوي. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ أحمد. ليه أنت قلت تعريف بتاعك مصري الهوى؟ أولا إن مصر بلد مذكور في القرآن الكريم، هو محور الكون، هو محور الوطن العربي. مصر ليست بالبلد الجديد أو الجديد النشأة. مصر يوسف، مصر موسى، مصر مارية القبطية، فلا بد أن أكون مصريا رغم عني. عندما سئلت من بعض الأصدقاء هل زرت الأهرامات، فكانت إجابتك جميلة جدا. قد قلت إنني لم أزر الأهرامات لكنني أريد أن أسمع منك. يعني أصدقائي في المغرب أو في بلجيكا يسألوني هل زرت الأهرامات، فأقول لهم لم يكن عندي وقت لأزوره، فيقولون كيف تذهب إلى مصر ولا تزور الأهرامات وهي معلمة وهي شيء معروف في العالم كله، يعني أحد عجائب الدنيا السبع. فقلت لهم لقد زرت معلمة صنعها المصريون، معلمة حديثة، ألا وهي ميدان التحرير. يعني بالنسبة لي كان الحضور في ميدان التحرير أعظم من الحضور أو من زيارة الأهرامات. أعظم من زيارة الأهرامات. أستاذ أحمد، أنت ليه تلقيبك بالشاعر الإسلامي أو تبنيك للقضايا الإسلامية أو استعراض السيرة النبوية؟ برضو عايز ألفت نظر السادة المشاهدين أن أنت تميل إلى المعلقات، قصائدك ما شاء الله طويلة. المعلقات هي الأصل، هي البداية، فعلى كل شاعر يريد أن يبدأ شعرا أو يكتب شيئا أن يبدأ من الأصل. لماذا أكتب في الشعر الإسلامي؟ لأنني منذ بداية كتابتي عندما كنت صغيرا كنت أريد أن أكتب شيئا له قيمة، شيئا ملتزما، شيئا مبني على مقولة بسيطة قرأتها لأحد الأشخاص اسمه محمود الوراق، يقول فيها: قل من الشعر ما يبقى لك ذكره ويزول عنك إثمه. ويترجمها أحد الشعراء يقول: أرى الإنسان مهما كان يفنى، ويبقى الدهر ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه. فكان لابد أن يكون اتجاه شعري كله شعرا فطريا يخاطب فطرة الإنسان ولا يخاطب هواه أو نشواته. أستاذ أحمد، أنا قدامي كتب كتير جدا، قدامي شذرات، قدامي قصائد في زمن قدامي آمنت بالإسلام، قدامي شيء من المنفى، أعمال كثيرة. بالرغم من كده قلت لي إن بداية الحقيقية في مصر مع دار كليم للنشر. طبعا عندما نقول دار كليم نقول الأستاذ الكبير والشاعر الكبير ومفخرة مصر وابن النيل والبحر، الأستاذ الكبير أحمد بخيت. أستاذ أحمد بخيت ده مش مفخرة مصر بس، ده مفخرة مصر والعالم العربي كمان. والعالم العربي والعالم الأوروبي، حتى في أوروبا يعرفونه. يعني وقعت لي قصص غريبة أن أناس لا يتكلمون اللغة العربية ويعرفون شخصه ويعرفون حلمه وطيبته ويعرفون قدره التي قد ينكرها بعض المصريين، ويعرفون مكانته الإبداعية.
يعني لا يعني كل من يقول أنني أكتب شعرا أو يريد أن يتعلم في مدرسة الشعر فلا بد أن يمر من هنا من مصر وأن ينحني إجلالا وتكريما لأحمد بخيت. أحمد بخيت إن زي ما أنت حضرتك بتقول لو كان ينكر قدر بعض المصريين فإنكارهم دوت يعتبر من بعض النفوس اللي فيها غيرة أو غير، لكن مش ما يقلش من قدره العلمي أو مكانته الأدبية إطلاقا. لا أبدا. يعني بالنسبة لنا أحمد بخيت على فكرة لما دخل مسابقة أمير الشعراء بالنسبة لنا هو أمير الشعراء في المسابقة. هو أمير الشعراء ولذلك تردد صيته بعد المسابقة، يعني هو أشهر ممن يعني تناولوا ممن حصلوا على المرتبة الأولى. نعم. لا ولو ترقبت كمان فقرة الارتجال كان لما الشاعر ما يقدرش يطلع ويبتدي في فقرة في بحر من البحور كان على طول المقدم يقول أستاذ أحمد بخيت اتفضل. طبعا لأن شوف هناك من الشعراء، أنا الشعر عندي سبحان الله العظيم 3. هناك من الشعراء من إذا رأيته فعليك أن تقبل رأسه. أحمد بخيت منهم. هناك من الشعراء من إذا رأيته فعليك أن تقبل يده. حسان بن ثابت المتنبي بدون كبر ولا خيلاء. وهناك من الشعراء الذين يجب أن تتخذهم تلاميذا لك، وهذا مسألة معروفة لأن هذه مقامات. أحمد بخيت يعني هو شاعر متميز جدا، ولكن كما يقول المثل كل نعمة محسود، فنتمنى إن شاء الله أن نبرز مقامه العالي وإبداعياته وكتاباته وشعره التي تعتبر رؤية فلسفية وجودية. أنا أنبهر عندما أقرأ له بصراحة كبيرة. جميل جدا. عشان كده أنت بتقول بدايتك الحقيقية مع وبداية الشاعر ميلادك الكبير أحمد. مع الشاعر أحمد بخيت في دار كليم في دار كليم النشر. أستاذ أحمد أنت عامل ملحمة الملك المظفر قطز، إيه سر أو فكرة بداية الملحمة معك؟ في الحقيقة بعد زيارتي الأخيرة لمصر، يعني الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم على لسان يوسف ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. دخلتها غريبا فوجدت نفسي فيها يعني أنال حفاوة واستقبالا لم أكن أحلم به. مصر هي البلد الوحيد في العالم الذي تدخله أسيرا وتدخله يعني مهانا ثم يرفعك مكانا عليا. التاريخ مثلا سيدنا يوسف لما دخل مصر دخله هو أسير عبد فأصبح عزيزا مصر. لماذا؟ لأنه رغم أنه دخلها يعني إنسانا مهانا وتعرض لإهانات كثيرة السجن وكذا، لكنه بعد ذلك حب مصر سبق إلى قلبه، حتى يعني لما مرت مصر من سنواتها العجاف فكان هو الذي أنقذها من خلال إدارته للاقتصاد في ذلك الوقت، فكان نعمة على مصر وكان نعمة على ما حولها، فرفعها الله بحبه لمصر رغم إهانتها الأولى له. ومرحلة الملك المقدس المظفر قطز. لما زرت مصر آخر مرة كان لابد أن أكتب شيئا لمصر، فأردت أن أبرز دور مصر في شكل شخصية معينة ترفعها وتقدمها للقارئ بشكل جميل. وكذلك أن نقطة الوصل أو النقطة الالتقاء بين قطز اللي هو محمود بن ممدوح وبين سيدنا يوسف أنه كذلك دخل مملوكا عبدا أسيرا، وهذا لم يمس أو لم يؤثر على حبه لمصر، لم يحب أن ينتقم من مصر لأنه دخلها عبدا. فلما رفعه الله ووصل إلى مكان يعني عالي أصبح ملكا، كان أول شيء قدمه لمصر وللعالم كله أنه هزم التتار وأوقف مدهم الذي أتى من قراقورم من أيام جنكيز خان. فكان ما فعله مصر وما فعله المصريون طبعا كأنه أشبه بسد ذي القرنين الذي أنقذ الأقوام الذين أنقذهم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن وأنقذ العالم كله. فمن هنا يأتي دور مصر العالمي وإنقاذ ليس فقط مصر وإنقاذ البشرية كلها. دراستك ليسانس حقوق. نعم. بس أنا شايف أنك متعمق في التاريخ المصري أو التاريخ الإسلامي أو العربي بمعنى أصح. والله منذ كنت صغيرا كان اهتمامي ب3 مواد يعني كنت أجد نفسي فيها، لا أتعب نفسي في البحث فيها أو في التلقي، يعني كانت أمور تدخل بشكل طبيعي. الأدب خاصة الشعر، الفلسفة والتاريخ. يعني الناس أنا كنت أرى الناس أصدقائي مثلا يدرسون لمدة أسابيع لكي يحفظوا شيئا معين التاريخ، أنا أقرأه بشكل مركز معمق قراءة أو قراءتين فأجد نفسي استوعبت جميع ما. طب أنا دلوقتي عارف شعور السادة المشاهدين عايزين متعطشين يسمعوك، فعايزين نبتدي بين اليأس والأمل.
القصيدة ترجع إلى ما قبل 1991، كتبتها وأنا عمري حوالي 20 سنة. بين اليأس والأمل. يا عاشق الحلم هلا قمت تسمعني، أم أنت في الحان كالسمار تجهلني. هاموا وما عن سموق النسر قد سمعوا، وقد شجاه العلا إذ هام بالقنن. الصوت قد جف مكلوما كبعض صدى، إن قلت آه يرد الآه في كفني. والصدر قد ضاق في يأس يخامره، لم يستطبه مع الأيام في محني. والقلب فاض أسا في نبض عاصفة، هبت على الحزن حزنا غير مندفن. من أين أبدأها أقصوصة شحبت، من أين أبدأ والكتمان أرقني. من دمع طفل بجنح الليل منسكب، والدمع قد ألهب الإشفاق أيقظني. من عين أم وقد هانوا العفاف بها، وقاسموها فراش الطهر في سكني. من فرط حزن أب أهدى العيون إلى أرض الحمى، صغرت في عتمة الوطن. من كرب أخت سباها العجل مكرهة، مضى بها نحو قيد السبي في حزن. من عمر شيخ عتي صان شيبته، من وصمة البؤس قد شابت مع الحين. من ضيم شعب فريد والعرين حما، حتى غدا لاجئا في مظلم المدن. والقصيدة طويلة تتكلم عن مجموعة من الملاحم، لكن طول القصيدة قد إيه؟ حوالي 60-70 بيت. 60-70 بيت ما شاء الله. وأنت قلت لي في قصايد عندك 1400 بيت. ملحمة محمد رسول الله الذين معه، نعم، عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. وهي عنوانها معلم الأنبياء، معلم الأصحاب. معلم الأصحاب. نعم. عندك مقتطف مثلا من قطز؟ طبعا. انت طبعا اعمالك كثيره وثريه، وصعب ان احنا نحصرها في حلقه، تحتاج عده حلقات طبعا. بس احنا عايزين ناخد مقتطفات شعريه بحيث نعرف الناس شخصيتك وكتابتك. هو قطز يعني الشخصيه محيره، وعندما نقول قطز نقول بيبرس. فعلى كل حال، خرج التتار من العراق غدا هباء، تركوه قاعا صفصفا بعد البلاء. فالشام بغيتهم وآن بها كما قد آن في بغداد من قبل انتهاء. هي سنة بلد فآخر بعده، ومذابح أخرى تطاوله مداء. وكغيره قد كان أمرا هينا، أمراؤه شغفوا بعرش واعتلاء. وكأنما طبع الخيانة بينهم قد صار خير الطبع بل عين الذكاء. جنحوا لسلم عندما التتر ارتأوا أن يجنحوا للحرب سفكا للدماء. معهم من العلماء شر مطبق، أفتوا لهم سوء الهوان والانكفاء. وعدوهم ما كان ينظر جبنهم، ما كان ينظر غير من حمل المضاء. إذ في ميافرقين جيش كامن، لم يرضى الاستسلام مثل الأشقياء. عصم الجزيرة بين دجلة والفرات، وحصن الفرسان دون الأدعياء. والكامل المغوار قاد صفوفه، وجد الجبال وكان حصنا للوفاء. الله. قد كان يعلم أنه بجزيرة، والبحر أعداء وهم أعتى العداء. قد كان يعلم أنه مستشهد، لكنه للموت يطلب كالدواء. هذا زمان ليس يرضى فارسا، لا يرتضي إلا عميلا في ازدراء. والملحمة طويلة جدا. نعم. ما شاء الله. طب كنت كاتب قصيدة على المسيح؟ طبعا. سيدنا عيسى يعني شخصية أسميها دائما نقطة الالتقاء بين أعظم ديانتين في الدنيا، المسيحية والإسلام، وأكثر الديانات التي لهما أتباع. فسيدنا عيسى عندما نحبه يحبه غيرنا بطريقة، ونحبه بطريقة، لكن الحب واحد يخرج من قلوب متفرقة إلى محب واحد. نعم. لا، جميل تعبيرك ان انت ملتزم بقواعد الشعر القديم، يعني الشعر اللي ليه اصوله بترجعنا للزمن امرئ القيس وحسان بن ثابت. ممكن ناخذ منك الكتاب من فضلك، لأن الملحمة معك. الملحمة تحت الأنبياء، ملحمة الأنبياء. عند الله. نعم. اتفضل. ديمة الملحمة التي تتكلم عن جميع أنبياء الله. فمتن سيدنا عيسى يقول: نور المسيح إذا أطل من السماء، الحب كان مع السلام لنا وجاء.
والأرض تصبح في جمال صفاته وهو الذي في الحسن قد قهر البهاء. وكأنه يوم النزول ثيابه كانت إزارا أصفرا معه رداء، لون الحياة إذا بدت أزهارها وتطلعت للشمس حين أتى المساء. والماء يقطر منه كان كأنه غيث يجود بأمة صارت ظماء، يمحو به الشر القديم جميعه ويسن للدنيا أمان الأتقياء. ويقود دمع الخاطئين برحمة وحنان قلب في شعاب الأنبياء، إيمان أخشاب لصرح حجارة رفعت بإبراهيم بيتا للدعاء، ببشارة قادت نفوسا حرة بخلاص عيسى نحو خير الأولياء. بخلاص عيسى نحو خير الأولياء. طب رسول الله عليه الصلاة والسلام بقى، أنا عارف إنك عملت ملحمة الأنبياء، ورسول عليه الصلاة والسلام إن أنت لقبت بشاعر الإسلام أو بشاعر إسلامي. الله يكرمك يا من سيرتك، من تناولك. مثلا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، مقطع وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. طب هل هو أنت كاتب قصيدة لوفاة الرسول بس ولا كاتب؟ لا، هي الملحمة مجموعة أناشيد، مجموعة مقاطع لكل محطة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم قصيدة أو مقطوعة. فأنا اخترت من هذا المقطوعة، نعم، أنه وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. أقول فيها: قصة للحقيقة الشماء أشرقت بعد شدة البرحاء، تليت في الوجود في صفحات وتغشتها فطرة الانتهاء، عصفت بالعباد طوعا وكرها كافروهم أو صفوة الأصفياء، كل نفس تؤول للموت حتما حكمة الله وهي خير قضاء، وحده الله الحي دون زوال، وحده الله كان دون فناء، لم يكن يجعل الخلود لعبد فالردى نبض كان في الأحشاء، لو لعبد أراده ذات يوم لابتغاه لسيد الأنبياء، ولما قد أذاقه منه كأسا سكرات تطور كالأنواء، آب من حجه ليحشد جيشا نحو أرض الداروم والبلقاء، فبنو الروم في فلسطين عاثوا يفسدون البلاد دون انكفاء، حشد الجند وابن زيد أمير وهو شاب ذو فطنة وذكاء، رغم أنف المنافقين رأوه حدثا دون خبرة بلقاء، فإذا اشتد بالنبي أنين قام بالجرف رافعا للواء، يرقب الإذن بالمسير بصبر عن عدو قد عاد في خيلاء، بعيون كئيبة وهي ترنو لرسول الهدى بهم بكاء، قد أحب البقيع قد زاره في كل ليل من بعد كل عشاء، وإذا انتابه الأنين شديدا وسرى فيه باعث الإعياء، عند عائشة استقر وكانت في عيون النبي خير النساء، كان من بيتها يرى الناس لما يتصافون سجدا في ولاء، حين يعلي بلال صوت أذان ينشدون الصلاة ساع رجاء، خلف صاحبه أبي بكر صلى بهم كلهم صلاة اقتداء، في رحاب الرحمن صفا رآهم خاشعات قلوبهم في دعاء، نظرة غضت بعدها الروح طارت في ابتهاج الخلود نحو السماء، خير روح تدق أبواب عدن فتحت يومها بكل بهاء، فصلاة مع السلام عليه ما تعالى الآذان في الأرجاء، وسلام على التراب الذي قد ضمه في المدينة الفيحاء، يثرب عزت به وهو حي أو إذا الموت لفه في رداء، بوركت أرضا قبره كان فيها أشرقت نورا كان من جوناء، من رباها آياته طلعت كي تغمر الأرض فيها والآلاء، قد رعتها العين التي ليس تغفو حفظتها من فوق أعلى سماء، دعوة للإيمان بشرى خلود مع غير الأنام ساع اصطفاء، ساع صفاء معه رب احشرني حشرا كريما، ما عسى هذا كان كل سناء. الله ده ختام الله الله. أستاذ أحمد، أنت تفردت برضو بأنك كتبت لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم
تقريبا كلهم كتبت لهم قصائد. طبعا لكل زوجة، لكل صحابي، لكل نبي، لكل شخصية، لكل فارس قصيدة. كانت أمنيتي أن أكتب ملحمة أو موسوعة ملحمية، ولا زالت الصفحة مفتوحة إن شاء الله. طب نبتدي نسمع برضو مقتطفات اللي تختارها. خديجة بنت خويلد تمام، رضي الله عنها. رضي الله عنها. نشأت في بيت به المجد دانا، وصفات علية قد أبانا، زانها العقل زانها الطهر، حتى عظمت شأنا وارتضته مكانا. الله. في قريش أخلاقها رفعتها، زادها المال رفعة واتزانا. في قريش أخلاقها رفعتها، زادها المال رفعة واتزانا. بعثت في تجارة من رأته، قد أكن أمانة وأمانا. فإذا عن محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا عن محمد ذات يوم سمعت، أرسلت بمال سيانا. مع ميسرة غلاما لديها، ما رأى مثل أحمد إنسانا. عاد يروي عنه الخصال عظاما، معه أضعاف من الربح زانا. فأحبته غيبة وتمنت لها زوجا عطر الوجدانا. بعثت نحوه نفيسة، عادت ببشارات تطرد الأحزان. ذات عمر بال40 تحلى، وهو في 5 بعد 20 كان. فإذا الوحي جاءه هي كانت، أول الناس من أهاب جنانا. أول المسلمين قلبا وعقلا، وهي بيت نبوة إيقانا. خلف خير الرجال صلت بليل ونهار لربها إذعانا. وهي من زملته حين عليه نزل الوحي أولا حيرانا. طمأنته بعذب قول وواست خوفه، بالحديث طاب بيانا. وإلى ابن نوفل أخذته، قال هذا الناموس حقا عيانا. قد أتى موسى والنبيين طرا، ولقد أوحى أحمدا قرآنا. ليتني أفتديه لما قريش تتلقاه بالعناد افتتانا. لم تزل في بيت النبوة درعا، قد وقى أحمدا أذى وامتهانا. لم تزل في دنيا النبي عمادا، ساندا ظهره من القوم عانا. فإذا الموت ساقها لخلود ولقصر من تبر طاب جنانا. حزن المصطفى عليها طويلا، حافظا عهدها وطال زمانا. مثنيا دائما عليها، فمنها نسله كان طاهرا طهرانا. الله الله. طب وبرضه تفردت بكتابة للصحابة. طبعا. طب تحب تختار لنا مين؟ بما أنني في مصر أقول عمرو بن العاص. عمرو بن العاص. تمام. فاتح مصر. نسمعك. عمرو بن العاص رضي الله عنه. أتعب المصطفى بعنف شديد، مؤذيا صحبه بأقصى جحود. يرهق المسلمين هول عذاب، بسياط يسوقهم في كنود. فإذا فارقوا الديار وولوا نحو غير الديار بعد الصدود، للنجاشي خلفهم صار يرجو، لو بهم عاد نحو أسر جديد. سار مبعوثا من قريش بأنفاس الهدايا، ليظفروا بوعود. ومضى كي يلقى إليه دعاء، وهو يصغي إليه مثل رشيد. فإذا جعفر دحاه ما ادعاه، ملئت نفسه بروع فريد. وسنا قرآن رآه جليا، ناصحا عمرا وهو أهل عهود. باتباع الهدى امتثالا وطوعا، فهو دين لكل هذا الوجود. هكذا حرك النجاشي قلبا قبل حين، قد كان مثل الحديد. دون إحساس أو بقايا شعور، كان أعمى أسير دين الجدود. فغدا الحق يرتجي بعدما قد أدرك السر في الصعيد البعيد. وطوى مقفلا ليثرب، حتى بايع المصطفى مع ابن الوليد. واهتدى للإسلام بعد ضلال، وله صار من كبار الجنود. راجيا غفرانا يجب الذي كان بدا منه قبل عهد الشرود. خدم الدين بالدهاء كثيرا، وبحد القنا بعزم أسود.
يرفع الرايات السماء ويأبى أن يراها سبيا لبطش حقودي. قائدا للجيوش كان شجاعا يدحر الكفر وهو جد عتيدي. وإذا أعطي الإمارة يوما جاءها زاهيا وغير زهيدي. ليته حبها جفا فتسامى عن هواها وخزيها للعبيد. جاءها يمشي في الحشود أميرا واثق النفس ثابتا في وئيدي. رغم هذا لم يبخس الدين جهدا باذلا في سبيله كل عودي. خارق الذهن كان من غير ند مؤمنا بالدهاء غير بليد. يتحدى أدهى الدهاة دهاء من مجوس والروم أو من يهود. في رحاب الدنيا وفي كل أرض وبمصر قد جاءها بحشود. فاتحا إياها ليرفع فيها صوت آذان قد شدى كنشيد. وهي أرض عتى بها كل طاغ وابن فرعون كافر بالمجيد. وعتى فيها الروم والفرس حتى ذللوا أهلها طوال عهود. فأتاها التحرير بين يديه وأتاها الأمان جد رغيد. ولقد سبحت لرب عظيم مالك الملك وارتضت بالسجود. ظل عمرو بمصر وال عليها ينصر الدين للزمان المديد. يرجع الفكر للوراء فيرنو فتنة السلطان انبعاث كنودي. يتسلى بالابتهال رجاء عله يعفى من سؤال شهيدي. فإذا حانت ساعة الموت لبى داعي الموت نحو طيب اللحود. منه يصغي الآذان في كل فجر قد ذوى عبر الدهر صوت خلودي. الله الله عليك أستاذ أحمد. الكلمات برضاء طبعا من الله سبحانه وتعالى طوع وبنانك، إنك بتقدر تعبر وتسرد التاريخ وتسرد الأحداث بفضل الله سبحانه وتعالى. في بداية حوارنا قلت لنا تقديرك لميدان التحرير وتقديرك للثورة المصرية وبالتالي تقديرك للثورات العربية طبعا ثورات الربيع العربي. أستاذ أحمد أكيد انفعلت بالثورة المصرية. لا ينفع كنت بتتابعها يعني. طبعا لا يمكن أن يوجد إنسان لا ينفعل بالثورة المصرية إلا إذا لم يكن له ذهن أو عقل أو قلب. هذه مسألة مفروغ منها. هذا شعب عظيم، هذه حضارة عظيمة، هذه آثار خطى الأنبياء. مصر هي مصر موسى، هي مصر يوسف، هي مصر يعقوب، هي مصر سيدنا عيسى، هي مصر إدريس. فكيف لا نحب مصر وهي جزء من القرآن الكريم؟ طب وإيه رأيك في الآراء اللي بتقول إن مصر نتيجة إن في فتن ومؤامرات وفي مشاكل إنها ممكن تتعرض للتقسيم؟ هؤلاء أعتقد أن هؤلاء الناس هي مصر. شوف أستاذ أحمد، مصر مهددة، مصر مهددة من كل جانب. يكفيها أن حدودها الشرقية مع الكيان الداخلي إسرائيل، حتى لا أقول دولة إسرائيل فهي بالنسبة لي ليست بدولة، هي كيان داخلي لا بد أن يزول. مصر كانت تقاسم النيل مع السودان، الآن تقاسمه مع دولتين. مصر في حدودها مع ليبيا، ليبيا الحمد لله يعني نجحت فيها الثورة لكن وقعت فيها فتنة نتمنى الله سبحانه وتعالى أن تتجاوزها. فكانت حدودها مع دولة، الآن ستصبح مع دولة فتية لو قدر الله أنها ستقوم، ونتمنى ألا تقوم، أن تبقى ليبيا موحدة. مصر نواة، مصر كما يبقى يعني تعرفها في الدنيا هي أم الدنيا، يجب أن تبقى أم الدنيا. هناك مؤامرات على مصر لا تحد، مستهدفة من جميع أعداء الله، لكن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم مصر هي فيها خير أجناد الأرض وفي رباط إلى يوم القيامة. ومصر هم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أن ماريا القبطية. فلا أعتقد بل أنا متأكد كل التأكيد أن مصر ستنتصر في الأخير إن شاء الله. ستنتصر وستجتاز المحن دون شك. ادخلوها بسلام سلام آمنين. طب أكيد انفعلت وعبرت عن الثورة المصرية. أنا في شعراء ما كانوش متأكدين من نجاح الثورة المصرية. طب معانا اتصال هاتفي؟ أستاذة عبير؟ أيوة صباح الخير. صباح النور، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. أنا أولا أحب أحيينا على البداية الجميل قوي ده. أشكرك شاعرنا جميل أستاذ أحمد الحضراوي. ده أنا بطلت عشان أحييه لأنه فعلا نجم من نجوم الإبداع.
اشكرك جدا. وشاعر مصر اتشرفت بيه، واحنا نحب نشوفه في حلقات كتير قوي، مش في حلقه واحده بس. ان شاء الله. ان شاء الله في حلقات قادمه، وفي كتاب ليه مع دار كريم مع الاستاذ احمد بخيت، مش كتاب، كتب، مجموعه كتب ان شاء الله واصدارات. ان شاء الله. ان شاء الله، لانه فعلا بيت فعلا وشاعر محترم قوي قوي قوي. اشكرك. الله يكرمك اختي. اشكرك يا استاذ عبير على اتصالك. نرجع تاني. اتفضل. دلوقتي انت في شعراء ما كانوش متاكدين من نجاح الثوره المصريه، ففي اللي بيقول لي انا كتبت بعد ما الرئيس رحل وبعد ما الثوره نجحت، لانه ما كانش متوقع من نجاحها. وفي اللي بيقول لك انا كنت متوقع من نجاحها من البدايه فعبرت وقلت له ارحل. يعني كل الشعب بيبقى ليه اتجاهات وليه خيال. انت كان موقفك ايه من الثوره المصريه؟ حسيت ان مرحلتها ايه، او كتبت وعبرت عنها امتى؟ يعني مصر عرفت حراكات كثيرة قبل ثورة 25 يناير، لكن تمام. عندما قامت هذه الثورة، ثورة 25 يناير تعتبر ميلاد للثورات استمرت على 3 أو 4 سنوات قبليها. طبعا لا يعني كانت هي السبب المباشر أنها أن تكون هناك ثورة. تمام. لكن والثورة عندما تراها من أولها تفهم أو تدرك أو تحس أنها إما ستنجح أو لا تنجح. هناك مقومات نفسية سبحان الله العظيم. لما قامت ثورة 25 يناير كنت متأكدا جدا ويقينا سبحان الله العظيم أن هذه الثورة ستنجح. كان عندي أصدقاء يقول لا النظام السوري ممكن، النظام التونسي ممكن يسقط، مصر لا، هناك مبارك، هناك إسرائيل، هناك أمريكا. فكان إحساسي دائما أقول لهم سيسقط، وسيسقط في ربما يعني أوهى من بيت العنكبوت، سيسقط ربما بأسرع، وفسقط في أيام معدودة يعني. تمام. ففي خضم الثورة كتبت قبل أن يسقط مبارك، والدليل في ختام القصيدة كتبت قصيدة أو مقطوعة من الشعر الحر: النيل يمر من ميدان التحرير. الله، النيل يمر من ميدان التحرير. جميل، نسمعها منك. شعب تفجر غاضبا من بعد ما عانى عانى ولكن لم يزل في المعمعان، فالشعب باق إنما العرش الذي قد كان فان. فرعون قد أعلاه صرحا بعده في مصر لم ينقضه ثان، من آل جحش كان بل أهل الأتان، نسب له باع وليس له كيان. العرش فان منذ استحب الصمت في زمن الهوان، ومحى حروف البوح في ذكر اللسان، ومضى يجر ذيوله في كل حان وسط القيان. سلطانه في عنتريات حسان، ألقى السيوف فليس هذا عهد صول أو زمان للسنان، ولقد أبان وأتاه فرعون يجرجر في اللجان، بعصاه قد فلق الشعوب غدت كطود للعيان. قبط وعرب قيل أضداد المكان، قبط وعرب قيل أضداد المكان، والنيل قد شربوه طرا حين أسبغهم فتى في المهد كان. لكنما صارت عصاه إلى مليك لم يقل إني إله لا، فحاشاه وقد فهم البيان. لكنه لما الشباب جميعهم نزلوا بميدان التحرر حيث كان هو المذان، لم يأل معجزة سوى رؤيت بآيات الجبان. فالخبز يملأ كل بطني والصكوك تقر ذنبا سنه عبر الزمان، والوضع كان كأنه من أمريكان لكنه كالأمريكان، لم يفهموا الفصحى ولا زجلا تورع في المعان. الله. ولقد أبانت حين لم يصغ الأذان، ارحل بقى يا بهلوان، فالنيل يغرق كرسيا طوفانه بسواعد الأحرار حان. الله الله عليك. دي كتبتها أثناء الثورة؟ بعد حوالي 2 أو 3 من انطلاق الثورة. 2 أو 3 من انطلاق الثورة أنت حسيت بنجاح الثورة؟ كان لابد أن تنجح هذه الثورة. طب وبعد ما تم نجاح الثورة عبرت؟ في الحقيقة كتبت لها كثيرا، قصائد كثيرة. قصائد كثيرة طبعا، مثلا الفرعون الأخير، مجموعة قصائد. نعم، مجموعة قصائد. مجموعة قصائد. كما كتبت لتونس وكتبت لسوريا وكتبت لليمن وكتبت لليبيا، يعني جميع الدول أو كل الدول التي وقعت فيها مثلا حصل فيها ربيع عربي أو أشرق فيها الربيع العربي لابد أن لا نبخسها حقها أيضا. فمصر جزء من الوطن العربي، بل هي أم الدنيا، لكن هناك دول محيطة لابد أن نهتم بها أيضا. طب رؤيتك كشاعر، أنت عارف إن الشعراء بيبقى لهم نظرة فلسفية، نظرة فلسفية عميقة شوية. البعض بيتصورها نظرة حالمة والبعض بيتصورها خيال، بس أحيانا خيال الشعراء بيقدر يترجم أحداث
ممكن تحصل مستقبليا. ما بقولش كده بتحيز اني شاعر، بس انا ببقى عندي رؤيه ان بتوقع شيء زي ما انت توقعت نجاحها. نعم. تمام. انت حاسس الاحداث مع ثورات الربيع العربي، مع الاحداث الحاليه، رايحه لفين؟ الاتجاه ايه؟ والله العظيم هناك ثورات، هناك شعوب. نحن من نحن جزء. عندما نتحدث عن مصر نتحدث عن آلاف السنين، شعب وحضارة ضربت جذورها في التاريخ، حضارة أبهرت العالم بأهرامها وبفلسفتها وبرؤيتها للإنسان والكون والخلق. نحن أمة إسلامية، نحن أمة مسلمة، نحن أمة جزء منا مسيحي، جزء منا يهودي، جزء منا. نحن أمة تجمع، يعني تفتح أحضانها لكل الناس. الوطن العربي فيه مجموعة ثقافات، مجموعة رؤيته هو أنها كلها يمكن أن تعطي طعما لسلطة معينة فيها الطماطم والخضر. فنحن لون، يعني نحن لسنا لونا واحد. الإنسان الذي عنده مرجعية، الذي يقرأ مثلا القرآن الكريم، يعرف التاريخ، يعرف السيرة، يعرف ما يجب أن يعرفه من خلال مرجعيته الدينية والروحية. هناك سنة خلق الله سبحانه وتعالى، يقول هناك ليل، هناك نهار، هناك ظلم، هناك عدل، الأمور تدور. لو كانت الأمور يعني في يد شخص معين أو كانت خالدة لشخص معين لما انتقلت إلى غيره. العرش تحكم سنة، سنتين، 20 سنة، 2000 سنة. سيدنا نوح عاش آلاف السنين، مئات السنين أقصد، ثم مات. فالتغيير لا بد، هذا التغيير هو صيرورة زمنية. يعني انت مع اعتبار ان انت مش مؤيد للرأي اللي بيقول او بيدعي ان ثورات ربيع العربي دي صنيعة أمريكية. صنيعة أمريكية. يعني صنيعة أمريكية ويهودية وصهيونية. مثلا قالوا أن حركة حماس هي نتاج لإسرائيل. هل يعقل أن مصر التي كانت مدللة، القط المدلل لأمريكا ولإسرائيل في أيام مبارك لا أعاذها الله أبدا، هل يعقل أن مصر تفقد أعظم عميل لها في المنطقة؟ قصدك أمريكا تفقد أعظم عميل لها في المنطقة؟ آسف أن أمريكا تفقد أعظم عميل لها في الأمريكا. ماذا ربحت أمريكا من الثورة؟ وماذا ربحت إسرائيل من الثورة؟ أقصد الكيان الداخلي الذي يدعى إسرائيل. وماذا ربح الشعب المصري من الثورة؟ هناك مقدمات، هناك نتائج. النتائج تدل على من قام بالثورة. الذي يقول أن الثورة المصرية لم يقم بها أبناء مصر من أجل مصر، من أجل الحرية والعدالة والمحبة وإعادة سمعة مصر للعالم كله. لأن مصر في الحقيقة كانت في منزلة لا تحسد عليها في أيام مبارك. ومصر ليست مسؤولة عن مصر، مصر هي مسؤولة عن العالم العربي كله. ما يمس مصر يمس العالم كله. إذا أصابها خير أصابنا كلنا، وإذا أصابها شر لا قدر الله أصاب الأمة العربية الإسلامية كلها، لأنها في واجهة أو هي يعني حربة أو رأس الحربة في أي صراع، سواء كان صليبيا أو يهوديا أو أمريكيا. صمام الأمان للعالم العربي كله وللقارة وللقارة كلها الأفريقية. الله سبحانه وتعالى اختار لها موقع جغرافي، واختار لها شعبا، واختار لها مكان، واختار لها زمان. يعني مصر من هبة من الله، كما قال هيرودوت يقول أن النيل هبة مصر هي هبة النيل. نحن نقول لا، مصر هي هبة الله. حضرتك مش عارف أقول لك إيه بصراحة. أنت مش هواك مصري، أنت هواك وعشقك مصري، وإحنا نتشرفنا بيك جدا النهارده. ونعود لرسول الله عليه الصلاة والسلام وللسيرة النبوية. وبرضه عايز أسمع منك قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. في الحقيقة أنا كتبت أني السيرة النبوية كلها، فلم أقتصر على مدح، فكتبتها لأن عندما نتحدث عن السيرة النبوية نختصرها فقط في المدح، ونقتصرها فقط في ابتهالات دينية. كانت يعني كل ما يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم حاولت أن أكتب شيئا جديدا. لأن لو كتبت مدحا، توقفت في محطات معينة. مثل لو كتبت مدحا في الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن أن أكتب مثل ما كتب مدحا حسان بن ثابت. لا يمكن. عندما تريد أن تقرأ مدحا هناك حسان. أنا حاولت أن أتناول شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه الشخصية العظيمة التي لم تعرف الدنيا أو الكرة الأرضية شخصية مثله. هي أكمل شخصية على وجه الإطلاق. هو أول العظماء أو العظماء 100. هو مدرسة العظماء. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقارن به أحد، بل حتى الأنبياء الله سبحانه وتعالى فضله على الأنبياء تفضيلا يعني كليا. فعندما كتبت السيرة النبوية كتبتها في شكل مغاير عن المدح، وإنما سرد أو علاقة نفسية بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أراه، كيف أكلمه، كيف
أحب أن يحضر في كياني وفي وجداني. لذلك لم أكتب مدحا، يعني آسف، لكن كتبت وجدانا وكتبت فلسفة، كتبت انتماء واحتراما لهذا وإيمانا به. طب نسمع منك. تفردت بتناولك لزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام وبالصحابة طبعا. صحابي وباستعراض بالشعر العمودي كمان. طبعا. مثلا عندي ممكن أقرأ المقدمة التي كتبتها للملحمة كلها. تمام. ملحمة معلم الأبطال. حدث الماضي عن عظيم رجالي في فخار وروعة وجلال، عن رسول قد جاءهم بكتاب رحمة كبرى بعيد ضلال، بالهدى جاءهم بدين قويم قد تجلى لهم كدين اعتدال، حوله التفوا صحبة وملاذا وهو فيهم كصولجان جمال، بينه قد تراحموا وعلى الكفر أشداء في وغى وقتال، يبتغون الرضوان والفضل جودا ومن المصطفى عظيم خصال، ركعا سجدا بأبهى وجوه ركعت للرحمن عبر الليالي، ذكرهم في التوراة ذاك وفي الإنجيل زرع يمد شطأ الظلال، واستوى والزراع هامت هياما ليغيظ الكفار في غير حال، إنه جيل خالد وفريد يرفع الهام فوق أعلى مثال. ثم هناك حوار بين ثلاثة أطفال حسام شادي أميمة يتناولون شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال يعني حوارنا، والملحمة طويلة حضرتك. نعم. أستاذ أحمد، أنت قيمتك الأدبية وأشعارك وموهبتك اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليك بيها الحمد لله. بيدفعني سؤال فضول، أنت عضو في روابط أكيد أدبية أو متنوعة؟ والله إني أحل ضيفا على مجموعة من الروابط، مجموعة من الكيانات الثقافية. مثلا هذه المرة مثلا زيارة لمصر كان دعوة أو كان تلبية لدعوة رابطة إبداع العالم العربي والمهجر، وهي يعني رابطة من أرقى ما يكون، فيها ناس يقيمون عليها ويريدون أن يدفعون بمستوى الإبداع إلى أبعد مستوى. لا مش قصدي ضيف نعم. مش قصدي ضيف حضور، أو أنا قصدي أقول عضو مؤسس. يعني أكيد أنت اتعرض عليك، أو أكيد أنت حاليا في عضو مؤسس في بعض الروابط الأدبية. لحد الآن والله يا صديقي صدقني أنا لم أشارك لا في مسابقة شعرية من قبل، لم أشارك في لقاء تلفزيوني كان الأول معك أستاذ أحمد. عندما جئت مصر أريد أن أشارك، أريد أن أعمل في إطار، لكن أنا أحاول، لا أقول أنني شاعر ولن أقول أنني شاعر، دائما أقول أنني مشروع شاعر. فعندما أريد أن أكون في إطار معين لا بد أن ألتقي بناس، أنا لا أحتقر أحدا ولا أنتقص من قيمة أحد، كل إنسان تجربة معينة، لكن أحب، هناك شيء في قلبي يقول لي عندما تريد أن تكون عضوا في إطار ثقافي، في إطار شعري، في دائرة معينة، لا بد أن يكون فيها ناس أحبهم وأحترم حرفهم، ليس مجاملة ولا شيء. فمثلا عندما آتي هنا إلى مصر وأبحث عن مجموعة من الإطارات وأعرف شاعر مصر، شاعر مصر هو أحمد بخيت، عندما لا يكون هناك أحمد بخيت كشخص، كقيمة أدبية، كقيمة شعرية، لا يكون في ملتقى شعري أو لا يكون في كيان أو في رابطة، فأنا يعني أعتذر للإخوة، أقول لا يمكن أن أكون في مكان لا يوجد فيه كبار الشعراء، كبار العظماء وأعظمهم في هذه الفترة بدون منازع أحمد بخيت. أستاذ أحمد، لحظة كده، بعض السادة المشاهدين وبعض الشعراء يظنون أنك مغرور نوعا ما، أنك لا تريد أن تكون موجود إلا إذا كانت هناك قيمة أدبية أو إعلامية في الرابطة. لا يا أستاذ أحمد، توضيح بس. الشعر توضيح، هو الشعر هو موهبة مع الله سبحانه وتعالى، دائما أشبهها ببذرة، نغرس بذرة معينة فتنمو شجرة. الإنسان يكتب الشعر، الإنسان تلميذ، من لم يتعلم لن يتقدم. مثلا أنا عندما أريد أن أكتب قصيدة أنا لا أقول أبدا أنني شاعر، ولكن أتتلمذ على ناس كبار، من أراد أن يصبح كبيرا وأنا لن أكون كبيرا في يوم من الأيام، أريد فقط أساتذة. مثلا عندما آتي إلى مصر وأريد أن ألتقي بالشاعر الكبير أحمد بخيت، فهو بالنسبة لي هو مدرسة، هو رؤية أتعلم منه. أنا عندما أتقدم لي تقدم التلميذ إلى أستاذه، ليس معنى أن أكون معه في لقاء أو في رابطة، يعني حاشا لله، يعني الأكتاف لن تتساوى أبدا، هو مدرسة عظيمة. بس شاعرنا العظيم أحمد بخيت مش فاضي إن هو، يعني ما عندوش وقت إن هو يعمل رابطة ويعمل يعني دار كليم للنشر. كانت مفاجأة بالنسبة لنا وبالنسبة للوسط الأدبي. نعم. كله إنه قدر إنه يلاقي وقت إنه يأسس دار نشر.
فهل تعتقد ان هو في المرحله القادمه انه هيبقى متفرغ انه يعمل مشاريع اخرى ادبيه؟ أنا أعتقد أن هناك نحن نقول في المغرب لكي تأكل خبزا لذيذا يجب أن تدعه يختمر أكثر. فلربما أن الأستاذ أحمد بخيت في مرحلة اختمار، ربما سيكون هناك إنجازات ثقافية إبداعية. وآخر حديث نقدر نختم بيه حلقتنا عن أستاذنا الجميل أحمد بخيت وعن تنبؤك الجميل إن في أحداث أخرى. أعزائي المشاهدين، إحنا نهينا كلامنا بشاعرنا الجميل أحمد بخيت، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من نجوم الإبداع. الصحة والجمال. جيرلي الحق